ده الموبايل الوحيد اللي لو عايز تدخل تجرب ابل وباقل سعر ما تفكرش غير فيه. هقول لك ليه ممكن تشتري ايفون 8 بلس في 2024 وهقول لك ايه عيوبه ومميزاته وكل حاجه هتعرفها في الفيديو ده. ده ايفون 8 بلس، الموبايل ده طالع في 2017، يعني عمره دلوقتي تقريبا حوالي 7 سنين، ولغايه دلوقتي هو لسه على فكره بيقدم لك حاجات حلوه تنافس الفئه السعريه اللي هو فيها. بس قبل اي حاجه كده، فاللي يقول لك ان الموبايل ده لسه موجود وطالع من كرتونته اول امبارح وما اعرفش جاي استعمال امريكا وما اعرفش ففوقك من الكلام ده كله، الموبايل ده ما عادش فيه منه جديد، فكل اللي هتلاقيه دلوقتي منه هتلاقيه مستعمل، ومعنى كده ان هو مفيش بطاريه منه 100، واللي تلاقي منه بطاريه 100 فانت اعرف على طول ان هو مغير بطاريه او بطاريته مرفوعه. ومش شرط يعني لو البطاريه متغيره او البطاريه حتى نسبتها في الثمانينات تبقى حاجه وحشه، فده مثلا بطاريته 83 وحتى الان هو ما قابلتش معاه مشاكل قوي يعني. طيب تعالى بقى نشوف الموبايل ده ايه نظامه، وهوريك كل حاجه وهقول لك رايي وهسيبك انت كمان تحكم عشان لو عايز تشتريه برضه. مبدئيا التصميم، فهو بيجي بالشكل القديم مع زرار الهوم تحت واللي فيه البصمه، في منه كذا لون، اجمدهم بصراحه اللون الابيض ده، تحسه كله متوافق مع بعضه كده ومع شعار ابل اللي مكانه مرفوع فوق شويه ده. ظهر الموبايل من الازاز وحواف من الالومنيوم، فلا انت كخامات هتحس انك ماسك حاجه بريميوم يعني. ومن الجنب فانت هتلاقي مكان لتركيب شريحه اتصال واحده بس، ومفيش مكان لكارت ميموري، فخلي بالك من الحته دي لو هتشتري النسخه الاقل ال 64 جيجا. طيب الكاميرات، فانت عندك الكاميرا الاماميه هنا 7 ميجا بكسل بس. كاداء فانا شايف ان الكاميرا الاماميه هنا هتديك صور حلوه، بس مش حلوه قوي، هي صور حلوه تنزلها مثلا بس مش حاجه هتاخد فيها تفاصيل عاليه يعني، فانت مش هتعتمد على تصوير الكاميرا الاماميه هنا بنسبه كبيره. وكمان مفيش بورتريه في الكاميرا الاماميه هنا، وبيصور فيديوهات اتش دي بالكاميرا الاماميه، وفي فلاش كده بينور لك شاشه الموبايل لما بتيجي تاخد سيلفي لو انت مشغل الفلاش يعني، ومش حلو بقفله. والكاميرا الخلفيه هنا فانت عندك كاميرتين 12 ميجا بكسل، الاساسيه هنا بفتحه عدسه اف 1.8، الثانيه للزوم فتحه عدسه اف 2.8، وبتعمل زوم لحد 2 اكس من غير ما تخسر في الجوده، وعندك بقى زوم لحد 10 اكس، بس يعني الصور مش هتكون افضل حاجه. وبصراحه الصور اللي بتطلع من الكاميرا الخلفيه انا ما عنديش اي مشاكل معاها، الصور حلوه، وكمان مع تفعيل البورتريه فلا الصور اللي بتطلع من الكاميرا الخلفيه حلوه ويعتمد عليها. هي بس اوقات تحت الشمس ما بتبقاش حلوه، ما بيعرفش يظبط الشادوز والهايلايتس، فبتلاقي اماكن عاليه قوي واماكن ضلمه قوي، فلو تصوير تحت الشمس فممكن تحس ان الصور وحشه شويه. حاجه كمان يمكن الناس ما تلاحظهاش حتى لو انت ماسك الموبايل، هي انك لو جيت صورت صوره بالكاميرا السيلفي ونقلت الصوره دي لموبايل تاني فانت هتحس ان الصوره فيها حاجه غلط، الصوره ملسوعه كده، فدي حاجه مش كتير هيلاحظها بس انا خدت بالي منها كده. والحل هنا تقريبا يعني انك تعمل اديت للصوره دي على الموبايل نفسه، فبظبط الالوان كده وهدي الحاجات اللاسعه دي وبعدين ابقى انقلها فهتلاقيها هناك مظبوطه عادي. ولو انت بتستخدم الموبايل ده وتعرف حل تاني غير ده فقول لي. وبيصور فيديوهات هنا بالكاميرا الخلفيه لحد 4K 60 فريم، بس طبعا مفيش تثبيت بصري في الفيديوهات ال 4K، هو بيشتغل مع ال 1080 وال 720 بس. وكمان بيصور فيديوهات سلو موشن 1080 120 فريم و240 فريم، فدي حاجه جامده قوي بصراحه لو انت بتحب التصوير وعايز ايفون للتصوير وكده، فدي حاجه هتفيدك برضه. فانا هصور لك فيديو بدقه 1080 عشان تسمع الصوت اللي طالع من الموبايل وتشوف التثبيت برضه. فده كده فيديو متصور 1080 بالايفون 8 بلس 60 فريم بالكاميرا الخلفيه طبعا. فقول لي ايه رايك في الصوت والصوره، وقول لي الدنيا حلوه ولا لا يعني. وقول لي كمان عايزين مراجعه لموبايل ايه تاني ان شاء الله نعمله الفيديو اللي جاي مثلا، واكتر موبايل هيجيب كومنتات او اكتر موبايل الناس هتطلبه يعني هنعمله الفيديو اللي جاي على طول. وبقول لي طبعا رايك في الفيديو بقى بعد ما تشوفه يعني للاخر. وبس ده كده الفيديو، وقول لي في الكومنتات عايزين موبايل ايه وان شاء الله هنعمله يعني الفيديو اللي جاي على طول. طيب الشاشه بقى، فانت عندك شاشه اي بي اس فول اتش دي 5.5 بوصه وبتدعم الاتش دي ار 10. باختصار الشاشه دي كانت حلوه قوي وقت ما الموبايل نزل، وحتى دلوقتي مش هتقابل معاها اي مشاكل. ممكن انت بس تقول ان مقاس الشاشه مش حلو 5.5 بوصه، بس لو انت جايب الموبايل ده مثلا لمشاهده المحتوى على اليوتيوب مثلا فمش هتواجه اي مشاكل، ان معظم الفيديوهات لسه بتنزل بالابعاد القديمه بتاعت اليوتيوب، مش كتير يعني بينزل بالابعاد الجديده، فانت مش هتواجه اي مشاكل لو بتشوف فيديوز يوتيوب. وحتى لو جايب الموبايل تلعب عليه فالحواف اللي بره دي مش هترخم عليك وانت بتلعب. وكمان الموبايل بيجيب سماعتين تحت وسماعه المكالمات اللي بتشترك وتطلع لك صوت ستيريو محترم وحلو، فبصراحه تجربه المشاهده وتجربه الصوت هنا فتجربه حلوه ومش هتواجه معاها اي مشاكل. وتردد الشاشه هنا 60 هرتز، ودي مش هتكون حاجه حلوه قوي لو انت بتستخدم اندرويد مثلا في نفس السعر، فهي مش هتكون سريعه بس هتكون سلسه برده وحلوه معاك مش وحشه، بس مش بالسرعه اللي انت متخيلها يعني. وكمان الشاشه تحت الشمس مش هتكون حلوه قوي، فسطوع الشاشه هنا بيوصل 625 نتس، فهتشوفها بالعافيه بصراحه وانت معلي الاضاءه للاخر تحت الشمس. بس خلي بالك انت هتعلي الاضاءه من هنا وده هيستهلك
بتستهلك بطاريه، والبطاريه هنا تعبانه اصلا. البطاريه اللي هنا بطاريه صغيره وانت هتحتاج تشحنها اكتر من مره في اليوم، وبعد شويه استخدام ولما البطاريه نسبتها تنزل فانت هتحتاج تمشي بباور بانك اساسا. فخلي بالك بقى لو هتجيبه انك تحافظ على البطاريه برضه وتحط حته البطاريه دي في دماغك. طيب المعالج اللي هنا هو الاي 11 بايونيك اللي اداؤه حلو برضه لغايه دلوقتي مش وحش مع 3 جيجا رام. فلو انت جايب الموبايل كموبايل شخصي للاستخدام مثلا وسوشيال وما اعرفش ايه فمش هتواجه معاه اي مشاكل. تطبيقات بتفتح حلو وكل حاجه، بس اكيد طبعا مش بنفس الاداء اللي مع المعالجات الجديده، بس برضه مش هتواجه معاه اي مشاكل في الاستخدام العادي والتصوير والكلام ده. هتقول لي العاب، فالمعالج موافق عادي بس مش تنسى البطاريه. بس بالمناسبه يعني فهو بيلعب ببجي على سموز وتقريبا 60 فريم، وممكن نبقى نعمل فيديو قصير كده على تجربه اللعب بالموبايل ده. فلو عايز تبقى تشوف الفيديو ده وفيديوهات اكتر فما تنساش طبعا تشترك في القناه دلوقتي. خلاص احنا داخلين على ال 10000 اهو. وما تنساش طبعا لايك للفيديو وقول لي لو استخدمت الموبايل ده قبل كده وايه اداؤه معاك وعجبك ولا لا. طيب في شويه حاجات برضه لو انت هتجيب الموبايل ده فلازم تكون عارفها. انت مثلا ما عندكش مكان للسماعات ال 3.5 مللي، فانت هتحتاج تمشي يا اما بسماعات لايتنينج او حتى سماعات بلوتوث. واخر تحديث بيوصل له هنا هو الاي او اس 16، ملوش تحديثات اعلى من كده. خلاص هو دلوقتي يعتبر من ضمن الموبايلات اللي تعتبر ميته من ابل دلوقتي. بس زي ما انا قلت لك انت لو هتجيبه كموبايل ثانوي او كحاجه تفتح عليها حاجات بسيطه وتصوير وما اعرفش ايه فعادي التحديثات دي مش هتفرق معاك قوي. انما لو انت عايزه بقى كموبايل شخصي او حاجه اساسيه معاك فلا، خليك في حاجه اعلى من كده احسن. وكمان جايب معيار امان اي بي 67 فبيتحمل الميه خفيف كده، بس خلي بالك اصلا لا يكون الموبايل انت جايبه مفتوح اصلا فهتروح في داهيه اصلا. وبيدعم ال 4G اخره، ووزن الجهاز هنا حوالي 200 جرام ومع الجراب بيتقل شويه. طيب الموبايل بكام وينفع لمين وتشتريه ولا تشتري موبايل اندرويد احسن؟ بص هو سعر الموبايل في مصر مش ثابت، يعني الموبايل ده زاد قدامي في المحل حوالي 800 جنيه في لحظه، بس على العموم فانت دلوقتي هتلاقيه في حدود ال 10000 11000 12000. اكتر من كده هو حرام، واصلا السعر ده نفسه يبقى حرام اصلا ومبالغ فيه كمان. يعني هو كان من فتره قريبه اغلى حاجه فيه فكان حوالي ب 6000 7000، فلو انت عرفت تتصرف فيه ب 6000 7000 والحدود دي فيفضل انك تتصرف فيه بالسعر ده، ما تجيبوش بحاجه اعلى من كده. وانت ممكن تجيب حاجه اندرويد بنفس السعر اعلى في المعالج مثلا والكلام ده كله، بس هاجي اقول لك برضو ككاميرات انت مش هتلاقي زي كاميرات ال8 بلس في نفس السعر ده. طيب ينفع لمين؟ فينفع لحد ميزانيته قليله شويه وعايز يدخل يجرب ابل لاول مره، او لو حد عايز موبايل بشاشه الوانها حلوه وصوت حلو كمان ويبقى اقل سعر برضو فالموبايل ده هيكون حلو ليه. او لو حد عايز يصور كتير بقى صور وفيديوهات بالكاميرا الخلفيه خصوصا فالموبايل ده برضو هيكون حلو ليه. او بقى لو اتعرض عليك بسعر اقل من ال 12000 والكلام الغالي ده كله فابقى هاته برضو كموبايل ثانوي ليك مش حاجه اساسيه. انما مثلا لو انت معاك ايفون اعلى وعايز تنزل لده فلا بلاش خالص. او لو مش حاطط في دماغك فكره الايفون وعايز حاجه اندرويد مثلا فخليك في الاندرويد احسن برضو. والكاميرات فانت ممكن تحلها بجوجل كاميرا مثلا هيديك اداء يعني حلو ومقبول وكل حاجه. طيب السؤال الاخير ده ولا اختار اندرويد في نفس الفئه الاقتصاديه؟ فانا لو هختار اندرويد في نفس الفئه الاقتصاديه، بس في ناس حابه ابل برضو بسبب الكاميرات وفكره ابل نفسها، فشوف بقى انت عايز ايه. فبس هو ده كده فيديو النهارده. الفيديو ده بقاله فتره بصراحه عايز يتصور ومكسر اصوره. المهم بقى دلوقتي هسيب لك لينك الانستجرام في الديسكربشن، ما تنساش تعمل لي فولو هناك، بنزل هناك حاجات حلوه برضو هتعجبك. وطبعا ما تنساش الاشتراك، عايزين نوصل 10000 مشترك في اسرع وقت. ولو وصلت لغايه الثانيه دي في الفيديو فما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان اعرف انك كملت معايا للاخر. وبس اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.